أقيم الثلاثاء بفاس حفل تسليم أوسمة ملكي لفائدة 20 إطارا بمختلف المؤسسات والكليات التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله. وفي هذا الصدد جرى توشيح 12 إطارا بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، و4 أطر بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى، و4 أطر بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية، وذلك عرفانا بالخدمات التي أسادوها للوطن بإخلاص وتفان ومسؤولية، وتقديرا لأدائهم المتميز، وتثمينا لجهودهم القيمة. وفي كلمة بالمناسبة أعرب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس مصطفى إجعلي عن اعتزاز الجامعة بهذه الالتفاتة المولوية السامية التي شملت أساتذة باحثين وموظفين وموظفات من مختلف المؤسسات التابعة للجامعة، تشجيعا واعترافا وتقديرا لعملهم الجد ووفائهم وإخلاصهم والتزامهم بأخلاقيات المهنة. وأكد على أن هذه الالتفاتة المولوية تحمل في جوهرها تكريما للعنصر البشري الذي يظل بدون منازع الأداة الأولى للتنمية، حيث أن الموارد البشرية تعتبر الفاعل الأساسي والقوة الدافعة التي لا يمكن بدونها تنمية الجامعة. وشدد رئيس الجامعة على ضرورة اعتماد سياسة واضحة ومدروسة للاعتراف والتحفيز والتشجيع والدعم المادي والمعنوي، وإحداث مناسبات وآليات لتكريم الطاقات البشرية للجامعة، سواء بالنسبة للأساتذة الباحثين أو بالنسبة للأطر الإدارية والتقنية. وتقدم السيد إجاعلي بتهنئة خاصة للأطر المنعم عليهم على هذه الالتفاتة المولوية الكريمة، ولهذا التشريف الذي يشكل مفخرة شخصية وجماعية، معربا عن أمله في أن تشكل لهم ولباقي زملائهم حافزا للمزيد من البذل والعطاء في سبيل خدمة الصالح العام، ومن أجل الرقي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله إلى مصف الجامعات الكبرى.